السلام عليكم، معاكم يوسف من قناة ليفو تك. ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا. بلاحظ كتير قوي في مجتمعنا العربي ان في معلومات مغلوطه للبي سي، فده بيترتب عليه انك ممكن تبني نظريات او معلومات غلط في دماغك عن الحاجه دي. ففي الفيديو ده يا جماعه هقول لكم على 10 معلومات كنت فاكرها صح وهي غلط اصلا. اول واشهر معلومه غلط يا جماعه انك لو طفيت الكمبيوتر من زر الباور كده هيبوظ. دي اكتر معلومه عبثيه انا شايفها لحد النهارده. الكلام ده كان صح في الثمانينات او التسعينات، كان لسه الاجهزه اللوحيه والكمبيوتر كانت لسه ظاهره، فعشان كده الحوار ده كان ممكن يتصدق. وطبعا كان ساعتها التواصل ما بين السوفت وير والهارد وير كان ضعيف جدا. وفي الفتره دي يا جماعه زرار الباور كانت مهمته الوحيده ان هو يفصل الكهرباء خالص عن الكمبيوتر. وساعتها بقى على ايام ويندوز 95 كان لازم تقفل البي سي بتاعك على خطوتين. اول خطوه فيهم انك تعمل شات داون للكمبيوتر او تقفل النظام ذات نفسه بتاع الويندوز، وتاني خطوه انك تقطع الكهرباء عن طريق انك بتدوس على زرار الباور بتاع البي سي، وبكده تبقى قفلت الجهاز نهائي. واكيد الموضوع ده مش مستمر لغايه النهارده، يعني على ما اظن من ايام ويندوز 7 والحوار ده ملغي. يعني انت دلوقتي لو عملت شات داون او طفيت الكمبيوتر من زرار الباور مش هيفرق ولا يحصل اي حاجه، فما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ان الحوار ده حقيقي. نخش بقى في تاني معلومه، ان برامج التنظيف اللي على البي سي بتوفر مساحه. على ما اظن دي اكبر هبده انا شفتها في مجال البي سي او الموبايل، لان الاتنين بيرتبطوا في الموضوع ده. يعني برنامج زي سي سي كلينر اللي كله بيحمله علشان يوفر في مساحه الهارد او الموبايل بتاعه، ده يعتبر كده، لان هو حرفيا ما بيمسحش ولا ملف. انت لو دخلت دلوقتي وعملت كلين ودخلت على الملفات بتاعتك عمرك ما هتلاقي ملف ناقص. ده بسبب ان هو بيمسح حاجه واحده بس، الكوكيز والكاش. للي ما يعرفش يعني ايه كوكيز والكاش، دي بتبقى ملفات مؤقته، والملفات المؤقته دي بكل اختصار الحاجات اللي انت بتقعد تعمل عليها سكرول طول اليوم في اليوتيوب والفيسبوك، دي بيتعمل بيها ملفات صغيره جدا ما تتخطاش مثلا الخمسة ولا العشرة ميجا، وبتتخزن عندك عشان انت لو حبيت تخش تدور على الحاجات دي تاني تلاقيها. واكيد لو السي سي كلينر مسحها هترجع تاني، فانت هتعيد العمليه 100 مره. نخش بقى في تالت معلومه غلط معانا، انك تشغل اكتر من برنامج انتي فيروس بيكون افضل للجهاز. الكلام ده طبعا غلط يا جماعه بسبب حاجه واحده بس، انك مش هتحتاج اكتر من انتي فيروس واحد بسبب ان كلهم هيعملوا نفس الحاجه. يعني انت لو حملت واحد او اتنين او تلاته هيعملوا التلاته نفس المهام بنفس كل حاجه، مفيش واحد احسن من التاني. وفي 2024 انت مش محتاج تجيب انتي فيروس مدفوع لانك عندك ويندوز ديفندر. ويندوز ديفندر ده يعتبر الخيار الامثل وببلاش للبي سي بتاعك، يعني انت مش محتاج انك تحمل او تعمل، هو بيبقى على النظام بتاعك بس. اكيد لازم تجيبه مش متكرك، فاهمني؟ يعني ايه مش متكرك؟ يعني لازم تشتريه من صفحه رسميه او تجيب كود او كي بتاع الويندوز ده علشان الويندوز ديفندر يشتغل معاك. وبالعقل برضو انت لو عايز برنامج انتي فيروس هتجيبه بطريقه اصلا فيها فيروس؟ ده مش منطقي. ونخش في رابع معلومه معانا، ان كل ما الرام زادت كل ما اداء الجهاز بيبقى احسن. عايز بس اعرفكم على وظيفه الرام الاول. الرام عباره عن ذاكره مؤقته بيستخدمها المعالج عشان يخزن البيانات عليها. بمعنى ايه يا جو؟ انا عايزك تتخيل كده ان المعالج طالب منك مساحه تخزينيه قدرها 6 جيجا، فرحت انت قلت له انا هجيب لك 16 جيجا وجبتها فعلا. المعالج مش هيقول لك لا، بس هو هيستهلك ال 6 جيجا وهيسيب ال 10 جيجا. تقول لي طب اكيد اي حته في الجهاز ممكن تستفاد بال 10 جيجا الباقيين. اقول لك لا، لان الرام اصلا مصممه للمعالج، يعني مفيش اي حاجه تانية هتستفاد. يعني ال 10 جيجا اللي انت جبتهم ودفعت فيهم فلوس محدش تاني هيستفاد بيهم غير المعالج. فانت حاول وانت بتجيب الجهاز بتاعك تجيب رامات مناسبه للامكانيات بتاعتك او الحاجات اللي انت هتستخدمها. ونخش في خامس معلومه معانا، انك كل ما تمسح البرامج اللي في خلفيه الويندوز كل ما الويندوز بيبقى اسرع معاك. الموضوع ده غلط يا جماعه بسبب ان الويندوز بقى عنده القدره ان هو يدير البرامج اللي في الخلفيه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو مشغل لعبه ومشغل في نفس الوقت جوجل كروم وبتتصفح على جوجل كروم وسايب اللعبه في الخلفيه تسحب من الجهاز، الويندوز بتاعك بيدي امر للعبه دي ان هي ما تشتغلش نهائي غير لما انت تدوس عليها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي ولا الرام بتاعتك هتستهلك ولا السي بي يو ولا الجي بي يو، يعني حرفيا اللعبه كانها مش شغاله. ونخش في سادس معلومه يا جماعه، ان كل ما المراوح بتبقى اكتر في البي سي كل ما التبريد بيبقى احسن. الموضوع ده غلط يا جماعه بسبب انك مهما زودت في عدد المراوح مش هتفرق في التبريد غير لو انت حاطه في مكان مثالي للتبريد. يعني ايه؟ يعني انت مثلا حطيت 10 مراوح في البي سي بتاعك، ودي مستحيل على ما اظن، وحطيته في مكان مكتوم او مفيهوش تهويه، عمره ما هيطلع التبريد المثالي بتاعه. فانت لازم تحطه في مكان مناسب للتهويه اللي انت حاططها عشان يديك الاداء الافضل للتبريد. ونخش في سابع معلومه معانا، انك كل ما تحدث او تعمل ابديت للويندوز كل ما الاداء بتاع الجهاز بيقل. الموضوع ده غلط يا جماعه، وكل الناس على ما اظن شايفه ان الموضوع ده صح اصلا، مش فاهم ليه.
مع إن كل تحديث للويندوز بيبقى فيه ميزات عن اللي قبله، وغير كده وكده يا جماعة الحاجة الأهم إنك تحدث الويندوز فيها هو الأنتي فيروس. الويندوز ديفندر بيتحدث مع الويندوز العادي لو انتوا مش عارفين يعني. انت متخيل ان ممكن يبقى فيه فيروس جديد نزل والويندوز ديفندر ما يعرفوش، فالويندوز ابديت اصلا يعرفوا بيه؟ فانت متخيل بقى انك ما حدثتوش. شوف الخازوق اللي هيجي لك بقى. لو انت فاكر ان الويندوز ديفندر بيحدث نفسه بنفسه، دي حاجة انا لا الومك عليها، وعارف انك مش عارف، لكن هو بيتحدث مع الويندوز العادي بتاعك. فانت حاول انك تعمل الابديتس دايما للويندوز. ونخش في تامن معلومه معانا، وهو كدبه بالمناسبه، ان اجهزه الماك بتبقى محصنه دايما من الفيروسات. الموضوع ده غلط يا جماعه، ومحدش يصدق الحاجات دي. ليه؟ بسبب ان اجهزه ماك او ابل عامه بتبقى كلها معرضه للفيروس بطريقه بسيطه. هو الفرق ما بينها وبين الاجهزه التانيه اللي بيبقى عندها سكيورتي سيستم اعلى من الاجهزه التانيه. لكن في حوار ان هي ممكن تتعرض للفيروس، ده ممكن ووارد جدا. يعني كان في واحد صاحبي عنده ابل ماك، جاله فيروس الفدية عادي وفيروس الجهاز، واضطر ان هو يعمل له سوفت وير. فما حدش يضحك عليك ويقول لك ان اجهزه ابل محصنه من الفيروس. ونخش في تاسع معلومه معانا، وعلى ما اظن معظم الناس بتغلط وتعملها مع انها ضاره جدا جدا للاجهزه، انك بتنظف الكيبورد والماوس والشاشه بالكحول. للي ما يعرفش، فالكحول ماده اكاله وممكن تاكل الدوائر الكهرباء بتاعت الجهاز. يعني انت دلوقتي لو حطيت الكحول على الكيبورد لا قدر الله يعني، والماده دي اتسربت للدوائر بتاعت الكيبورد، خلاص الكيبورد ده يلا سلام. والكلام ده ينطبق على كل قطع البي سي بما فيهم الشاشة. فانت حاول وانت بتنظف البي سي بتاعك تجيب محاليل خاصة ليه، يعني ما تجيبلوش اي حاجة، او ممكن تخفف الكحول وتخليه نسبته 30%، او تجيب فوطة وتحاول تمشيها لكن ما ترشش، فاهم؟ نخش في عاشر واخر معلومة يا جماعة. كل ما البي سي بتاعنا بيتقدم في العمر كل ما اداؤه بيقل. المعلومة دي خاطئة بطريقة فظيعة يا جماعة. ليه؟ بسبب ان البي سي بتاعك عمره ما اداؤه يقل غير لو القطع بتاعتك حصل لها تلف او ضرر. لكن لو القطعة زي ما هي والكفاءة بتاعتها زي ما هي، عمر ما البي سي بتاعك كفاءته هتقل. منها مثلا كيسات الورك ستيشن، معمولة بقالها يجي 10 او 15 سنة، ولسه شغالة لغاية النهاردة بكفاءة جميلة جدا وأداء لا يقارن. فأنت مش محتاج إنك تحدث الكمبيوتر بتاعك كل سنة أو كل شهرين عشان تضمن إن أداؤه يبقى حلو. ودي كانت نهاية الفيديو معانا. يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.